مساء الخير عليكم يا بنات، مساء الخير عليكم يا صبايا. وحشتوني جدا. رجعت لكم بمشتريات جديده. ناس كتير جدا هتقولي ان الدايت مكلف. لا، الدايت مش مكلف خالص. انا بجيب الحاجات دي كل حوالي شهر ونص او شهرين. آم، مش معنى كده ان انا بخيله او كده. لا، انا ما باكلش كميات كبيره من الاكل خالص. باكل على قدي وبشبع الحمد لله. وانتوا كمان لازم يبقى عندكم إرادة وصبر عشان توصلي الهدف. طبعا زي ما انتوا شايفين قدامكم التوست مكتوب عليه 7 ايام، انا بقعده 15 يوم في الفريزر، بيبقى جميل جدا وطازة. كل انواع المكرونة شفتها في السوبر ماركت كانت البروتين فيها حوالي 7 جرام. المكرونة دي 12.5 جرام. نسبة البروتين فيها. انا بدور على الحاجة اللي فيها بروتين عالي علشان لما بخلص تمرين لازم اكل حاجة فيها بروتين عشان تشفي العضلة وتقويها، يعني تغذي العضلة. زي ما انتم شايفين بريزيدون لايت وجرينلاند. يعني انا سمعت ان هو تقريبا جودة مصرية، فقلت اشجع المنتج المصري واجربها. انا بستخدم دومتي على طول وبريزيدون. لبن ميرو اللي انا كلمتكم عنه بدون كرب ولا بروتين. نسبة الدهون فيه 1.5. بستخدم فول هارفست على طول، معروف وبعشقه جدا. العلبة دي باكلها مثلا على حوالي 6 مرات. باخد 50 جرام 40 جرام، يعني هي معلقة واحدة بس. وقلت اجرب برضو روز جاردن، منتج جديد او شركة جديدة تقريبا مطلعة منتجات كتير جدا. فقلت اجرب الفول بتاعها، لو عجبني ابقى اجيب منه. وسعرها على فكرة ارخص من هارفست. هارفست ب4 جنيه. الروز جاردن عامل 2 جنيه ونص تقريبا. حبوب الذرة بصفيها جدا من المية اللي فيها واحطها في علبة، واخد منها حوالي 15 جرام بس على التونة وعلى المكرونة. عندكم طبعا النسكافيه. انا بستخدم الجولد بس ما لقيتوش، جبت نسكافيه عادي كلاسيك. والروز جاردن مطلعه نسكافيه جديد فقلت اجربه، لو حلو اجيب منه. ده ب9 جنيه. وده 9 جنيه 50 جرام. ال50 جرام من الكلاسيك عامل حوالي 20 جنيه ونص. الملح ما اقدرش استغنى عنه، دكتور سولت. لبن باخد حوالي 100 جرام، هو خالي الدسم بس برضو باخد 100 جرام، 100 ملي عفوا. وبزود بمية عشان انا مش عايزة دهون خالص. انا في مرحلة تنشيف. آه، آه، لينو شوفان. اول مره اجرب اللينو، انا جربت منتجات كتير جدا بس قلت اجرب معاكم اللينو. وهقول لكم رايي برضو بعدين في فيديوهات تانية. خلي التفاح ده يا بنات حكايه يعني. واي نوع واي شركه خلي التفاح ما بستغناش عنه. هقول لكم وصفه جديده جدا وجميله جدا هتعملوها في الخسسان. هتنزلكوا كتير في الوزن، منطقة البطن جدا. هما مرتين في اليوم هعمل لكم فيديو عليه. بخلي التفاح. بسكوت. بسكوت ده لما اكون مش عايزة افطر مع كوباية نسكافيه. ريتش ده موجود في كل الهايبرات والسوبر ماركت. طبعا يوفرت. نتروفيت. في منه انواع كتير جدا بس اللي عجبني بصراحة اللي هو بطعم الزبادي والفراولة. وفي اللي هو بالقرفة والتفاح بس ما عجبنيش، مش حلو يعني. انا مش هجيب ده تاني. انا ممكن اجيب ده تاني، ده حلو. كورنو دارك شوكولات دي فيها حوالي 6. باخد مكعب واحد بس. سكر سويتال. انا جايبه لكم الباكت ده عشان اوريكم الفرق بينه وبين ده. ده بقى انا اكتشفت حاجة جديدة جدا. ده 2 جرام، ده 1 جرام. يعني اللي بيستخدم الكيس ده على مرتين ده اوفر له كتير جدا.
انا في الاول يا بنات كنت باخد من الكيس ده كيسين على كوبايه الشاي. دلوقتي بشرب كوبايه الشاي من الكيس ده على 4 مرات، لان بتعود ان انا اقلل نسبه السكر. فبالنسبه لي الكيس الواحد جرام ده هاخده على مرتين. دوروا عليه هتلاقوه في كل الصيدليات، وهتلاقوه في الماركات الكبيره، وقولوا رايكم فيه. طبعا الحاجات اللي هناك دي حاجات مش بتاعتنا، حاجات يعني وحشه. طبعا لاولادي. الاندومي هو مش صحي، بس بجيبه كل فتره، كل حوالي شهرين او شهر مره من نفسهم. لقيت ده لوكر ميني صغير جدا جدا، فجربته. بس اللي هو بالشوكولات، فيه بالشوكولات وفيه بالعادي، بس العادي تقريبا يعني احسن. عصير كل يوم طالع عليه عرض خطير، الواحده بجنيه. طبعا الكاتشب والكورن فليكس بالشوكولاته. جبنه اولاد ابو الولد دي سعوديه، بس خطيره احلى من بريزدو. وطبعا دي جايباها ليا، بس انا مخبياها عشان انتوا ما تشوفوهاش. يعني كل 10 ايام هاخد واحده. طبعا الواحد من نفسه يعني لازم ياكل حاجه، يعني عشان ما نحرمش نفسنا. كل 10 ايام هاخد من دي واحده. وطبعا ده نت، دي حاجات للاولاد خلينا بعيد عنها، ملناش دعوه بيها. المنتجات يا بنات قدامكم، واي استفسار اسالوني، وهعمل لكم وصفات بالاكل. انا جايبه تركي مدخن، بس انا حطيته في الفريزر، انا بعشقه جدا. باخد نص شريحه واحده او شريحه لما اكون هتغدى بس. إيه، رومي مدخن. اشوفكم في فيديوهات تانية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. إيه، هنشارك مع بعض في كل حاجه ان شاء الله. وهننزل انظمه غذائيه وانظمه تنشيف. اي استفسار انا تحت امركم. اشوفكم على خير. باي باي.